دبي وحبايب قلبي الغاليين واللي ليهم مكانة كبيرة عند الجمهور في جميع الوطن العربي، تونس ومصر ومصر ومصر. وبدأت بتونس علشان أنا دايما بقول إن اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد، ولكن أنا النهاردة بقول اللمة العربية هي هدف المهرجان، فحبيت تونس ومصر. منورة ميرسي بوسي، انت لنا انا بقى بجمالك وفساتينك ورشاقتك بقى. قمر ما شاء الله، الله اكبر والله. ليلى عامله قلق. لا ليلى طول عمرها عامله قلق، طول عمرها. اليومين الاخرانيين حلاوتها. هي بس هي قمر، والقمر ظهر كده حياتي. I love you. واجمل حاجه في المهرجان الصداقه والالتقاء، وجاء معانا لبنان كمان نجمع بقى كده. ووليد غنى الليله احلى الاغاني في الافلام. ومعانا تعالى جنب الحلوين، معانا دلوقتي لبنان ومصر وتونس، وان شاء الله هيحصلونا كل البلاد العربيه. ودي الجامعه اللي انا بطالب بيها دايما، ودي اللي احنا بنسعد بيها. انا مبسوطه قوي طبعا انا في مهرجان دبي، مبسوطه بكل الفنانين العرب والمصريين اللي موجودين. السنه دي في مهرجان دبي في افلام مهمه جدا، وانا قاعده 3 ايام او 4 ايام بكتير، فهحاول اشوف اكتر حاجه ممكنه وبس. مهرجان كارتاج طمنينا عليه، الامن والامان قلقنا عليه والوفد المصري. الحمد لله. وانت اتصلتي اول واحده تتصل تطمن، الحمد لله. وكان بالعكس كانت لمه حلوه قوي والصراحه. كل الفنانين وخاصه الفنانين المصريين اللي كانوا هناك، الصراحه التوانسه ماتوا فيهم اكتر ما كانوا بيموتوا فيهم من كتر والله من كتر الجدعنه. يعني كلهم قالوا احنا مش ماشيين واحنا نفس الحاجه، ومصر وتونس عايشين نفس الظروف، واحنا هننتصر ان شاء الله. وفي دبي هنيجي تونس ندعم تونس ان شاء الله قريب. طبعا طبعا. واللمه دي كمان حلوه وجميله، ودايما دبي مجمعانا. قد ايه ما جيتيش؟ بقالي كتير تصدقي، فاكره معاكي دايما بتبقي مشاركه قبل ما اخلف. كويسه لولا كويس، لولا والثانيه وعاليه كويس، وعاليه ما شاء الله. طبعا انا سعيده، انا هسيبكم تجروا على الريد كاربت عشان مستعجلين، وهنتقابل وهنستنى وليد، وهكمل مع وليد. انا على قد ما انا سعيد في المهرجان بوجودي، سعيد بلقاء هذه النجوم اللؤلؤه، اقول سميها اللؤلؤه. بسم الله عليكي، عم تحلوي يعني. ونكمل مع وليد توفيق